بقول لك ايه، ما نفسكش كده وانت عندك ارقام كتيره قوي تطلع منهم التوب 5، البوتوم 5، التوب 7، وات ايفر الرقم ايه؟ تعالى بقى خدها مني انا وشوفها بتتعمل ازاي في الباور بي اي. لو انا عندي تشارت زي دي مثلا عرضالي كل البيانات اللي فيها وكل الداتا اللي فيها، ولكن انا مثلا عايز اعرف التوب 5 منهم او البوتوم 5، يعني اعلى 5 او اقل 5 او وات ايفر الرقم ايه. دي بنعملها ازاي في الباور بي اي؟ تعال نشوف. لازم اول حاجه اكون محدد التشارت بتاعتي، وباجي هنا عند علامه الفلتر، بقوم جاي مختارها من فلتر تايب هنا، وببدا احدد الكاتيجوريز بتاعتي او المكونات الاساسيه للتقرير. ومن فلتر تايب باجي من هنا اقوم جاي مختار حاجه اسمها التوب ان. هنا من شو ايتمز عندك التوب وعندك البوتوم، ممكن تختار اللي انت حابه. بعد كده هنيجي هنا نكتب عدد الحاجات اللي انت عايز تظهرها، يعني مثلا لو توب 5 تكتب 5. في بقى ميزه ذكيه جدا هنا قوي، ان هو هنا كاتب لك باي فاليو، يعني هو مثلا بيحدد ارقام معينه، وليكن مثلا الارباح. ممكن انت تطلع نفس التشارت ولكن بتحدد لهم التوب 5 من حيث اي ارقام تانية، عدد القطع المباعه مثلا، او عدد الترانزاكشنز اللي حصلت. فانا هاجي من هنا هحط نفس الارقام بتاعتي وهي الريفينيو، بعد كده هدوس هنا على ابلاي فلتر. لما نرجع للتشارت تاني هتلاقيها ظهره لك التوب 5، ومن نفس القائمه هنا اقدر اخلي التوب دي بوتوم وادوس ابلاي فلتر. تبص هنا تلاقيه جاب لك اقل 5. جامده جدا. لو عجبتك اهم حاجه اكتب لي في الكومنتات انها حلوه. لو نفسك بقى من جوه كده تتعلم الباور بي اي وتبقى راجل جامد، اشترك في المنصه معانا الاشتراك السنوي علشان تشوف كورسات كتيره جدا ومتحدثه باستمرار، بتبدا معاك من الصفر لحد مستوى الاي اي، وكمان تتعلم الاي اي. وهنستناكم كلكم تكونوا معانا في اكسل ماسترز كلاب.